السلام عليكم. اليوم عندنا لي تورني اكسبسيونيل بمناسبه لاكان اللي منظمه في بلادنا. غادي يكونوا ان شاء الله لي تورني في حي الحبوس، نشوفوا لي مونيمون هيستوريك اللي كاينين فيه. ومرحبا بكم معنا ويلا هلاطو. هاد العام عندنا استثنائي، واللي في نفس السنوات اللي فاتوا كيكونوا جولات غير في ايام وليالي التراث، ولكن الاجواء غادي تكون زوينه ومختلفه عندنا. ومن محكمه الباشا غادي نبداو جولتنا ونعرفوا بمعالم حي الحبوس التاريخيه. معكم قصدار محمد، هو المرشد ديالكم ديال هذا النهار هذا. كندير كرياسيون دو كونتوني سور لو باتريمون ديال ماروكان اون جينيرال. سبيسياليتي ديالي اللي حاليا مركز عليها، مركز على كازا ومركز على مكناس. وان شاء الله كنتمنى لا تورني اليوم تعجبكم. بيان سور اللي ما كيعرفش كازا مزيان تبدل لكم شويه النظره ديالكم على كازا، دور الحبوس، سونتر فيل، المدينه القديمه. كاينين دي سيركوي اللي ان شاء الله غادي يكونوا في لي جورني دو باتريمون، غادي يكونوا فيهم بزاف ديال الحوايج. يعني انا بالنسبه لي 2 جور راه ما كافينش انكم تعرفوا، ولكن حاولوا تبروفيتيو لو ماكس ان شاء الله. كي جاكم المنظر هنا بعدا، المنظر بحال اش فكركم؟ هي نقدروا نقولوا واحد الميكساسيون ما بين القصور الاوروبيه ديال العصور الوسطى اللي كانوا في في لوروب، بتي دوش ديال النيو ماروكان، يعني المغربيه الجديده، لان كانت الاركيتكتور ماروكان القديمه نعرفوها كنلقاوها في المدن القدام اكثريه، يعني فاس، مكناس، مراكش، الرباط، سلا. ولكن هنايا لي زوروبيان فاش كانوا جاو داروا واحد الميكساسيون، حيت نورمالمون هذا التصميم ديال واحد المهندس فرنسي سميتو اوغوست كادي. ومشيتو للموزي كارل فيك، فيلا كارل فيك اللي كاينه هنايا اون فاس مع 17 كاين فيها هاد ليستواغ هادي. قربوا عندي شويه باش تشوفوا. كان بحال هكا، هادي انفا قبل ما تقصف، هي اللي فين كاينه دابا المدينه القديمه عندنا في كازا. انا كتردوا البال كانوا صوامع، يعني كدليل على ان المدينه كانوا فيها مساجد، وكانت الاركيتكتور ديالها هي بحال هكا. كانت هذا هو التيم ديالها، يعني راه جيتو تشوفوا كان شويه كيتشبه شويه ديال الرباط ديال تسلا هذا، يعني كاين صويره، يعني كان شويه داك التيم. فاش تقصفات بقات بحال هكا، وبقات تقريبا مهجوره لواحد يعني نقول تقريبا من القرن 16 حتى القرن 18، نقول تقريبا واحد 2 القرون بقات مهجوره. حتى جا السلطان سيدي محمد بن عبد الله وبناها بهذه الطريقه اللي نتوما كتشوفوها. في 1907 تعرضت للقصف من طرف الفرنسيين. علاش؟ لان كان ديك الساعه المغرب تحت الضغوطات ديال عنده ديون وهذا، يعني خاصو يفدي دوك الديون ديالو، ما عندوش باش. دونك فرنسا فرضات علينا مؤتمر الجزيره الخضراء اللي كان في 1906، اللي جو بونس المهم هذا هو سيدي محمد بن عبد الله اللي كان بناها بستيل جديد. وهذا صوره من مؤتمر الجزيره الخضراء اللي كانت هذه باش فرضوا علينا واحد الشروط. اللي كانت مدينه الدار البيضاء كانت مدينه بغوت سولون الموقع الاستراتيجي ديالها. اختاروا انهم يجيو لكازا ويبداو فيها الاستثمارات باش يردوا الديون ديالهم. اول حاجه فكروا فيها هو يبنيو البور اللي كاين في كازا دابا. البور راه حدا المدينه. بالنسبه لديك الصوره نحاول نبوزيسيونكم دابا في البور فين كاين. البور هو نورمالمون اللي هاد البلاصه هادي، حيت نورمالمون هاد البلاصه هادي فيها الصخر والماء ما غارقش بزاف، يعني الماء طالع. فاش جاو بغاو بناو على هاد الحافه. الا جيتو تشوفوا دابا المدينه القديمه اون فاس معاها كاين البور. نورمالمون اون فاس مع المدينه هانتوما شنو كان، يعني هما فرنسيين بناو بور على داك الحجر اللي كاين تما. يعني بيان سور كي دي بور دي كوميرس كيتحرك، كيجيو الصادرات، كتجي اليد العامله، الناس المستثمرين وهذا. يعني المدينه بدات كتكبر بواحد الطريقه لواحد الفيتاس اللي هي انورمال. دونك في ديك الحاله خاصهم يبنيو للناس فين يبقاو يسكنوا. اول ما داروا بيان سور داروا لاميناجمون ديال المدينه الستيل اللي كاين دابا، باش انه الناس اللي هما الاهالي ديال المدينه لي زانديجان يسكنوا تما. ولكن ما كفاتهمش المدينه القديمه، دونك فكروا على انهم الفرنسيين يديروا تصميم ديال المدينه. دونك شافوا انهم يديروا هذا الحي ديال الاحباس ولا الحبوس. اش كتعني في نظركم الحبوس؟ انا كتمشي للمدن القدام كتلقى مثلا شي فقيه ولا شي حاجه خلى مثلا باني مدرسه وباني مثلا شي حاجه، شي ملك بانيه، وقبل ما يموت كيدير واحد الوصيه انه يخلي ذاك الملك محبس، ما كيتباع ما كيتشرى. داك الفلوس اللي تيرد منه كيعاودوا يانتيغريو، يعني بحال مثلا محبسوا مثلا الناس اللي هما مشردين، اليتامى، شي حاجه بحال هكا. يعني داك المدخول ديالها ما كياكلوا حتى حد. كان صعيب المغاربه ديك الساعه يشريو، دونك كانوا كيكريو، ولكن كيكون الكرا ديالهم شويه رخيص ماشي غالي. هادشي علاش باش تبنى حي الاحباس. احنا ان شاء الله غادي ندورو ونشوفوا داكشي اللي فيه. بالنسبه لاسوسياسيون هي كازا ميموار، اللي الهدف ديالها هو بريزيرفاسيون ديال الباتريمون اركيتكتورال اي كولتورال ديال المدينه. علاش؟ لان كانت واحد الوقيته كانت واحد الموجه ديال الهدم ديال المباني كانوا بناو فرنسا. وفهمتي كتكون شي دار ايله ولا شي فيلا ولا شي مبنى كيف ما بغى يكون ايل للسقوط، ما كيخسروا عليه والو، كيجي صافي هدم وطلع شي حاجه. فهمتي لاسوسياسيون تكريات بوغ هاد لوبجيكتيف في 1900
95 يعني 1995 تكريات هذه لاسوسياسيون من طرف واحد المهندسه معماريه فرنسيه. كاينين شي مباني اللي يصلح انهم غير ترمموا ولكن ما يتهدموش. هذا هو لوبجيكتيف اللي خدمت عليه لاسوسياسيون. اون باراليل داروا لي تورني باش الناس ماشي غير ديال كازا، الناس المغرب كامل تبدل لهم شويه النظره على كازا. كازا ماشي ديك المدينه ديال الستريس، ماشي ديك المدينه اللي هي يعني جاي قضي غرض ورجع في حالك، خصوصا الناس اللي هما من برا كازا. اما نورمالمون كازا راه فيها بزاف د الحوايج ما يتشافوا. حي الحبوس حي غني بالذاكره. بعد ما خرجنا من محكمه الباشا مشينا لساحه المشوار ديال القصر الملكي باش نعطيو نبدا عليه وعلى المباني اللي حداه، وقبل منها على قصه هاد الارض اللي تبنى عليها حي الحبوس. كانوا اراضي ديال واحد اليهودي مغربي سميتو حايم بن دحان. ارض غيعطيها هبه للسلطان، بلوتو بدرجه اولى يعطيها للاحباس. الاحباس رفضوا، علاش؟ لان ما غيرضاوش بواحد يهودي يعطيهم ديك الارض. دونك شنو دار؟ مشى وهبها للسلطان ديك الساعه 1917. شكون كان ديك الساعه السلطان في المغرب؟ مولاي يوسف. مولاي يوسف هو اللي كان السلطان ديك الساعه، وهبها لمولاي يوسف. هذه كانت طريق في الاول، كان طريق كيدوز منها الطوبيس، وكان هذا كان في الاول المشوار كان حي سكني، كان حي باسم درب الحاجب. هو الحاجب الملكي، كان هو بحال اللي تقول لغه حاجب جايه من الحجب، يعني تيحجب الملك على الوزراء. يعني مثلا جا وزير بغى يدخل عند السلطان تيدوز عند الحاجب هو الاول، عاد كيدوز عند السلطان. وكان ديك الساعه الحاجب كان سميتو تهامي عبابو. فاش مات السلطان مولاي يوسف كان ديك الساعه كانوا صراعات سياسيه. كان واحد لابارتي ديال المقري كانوا باغيين السلطان سيدي محمد بن يوسف اللي هو محمد الخامس من بعد، وكان بارتي بغا ومنهم التهامي عبابو بغاو ولدو الكبير اللي هو مولاي ادريس. بقاو صراعات. الاستعمار قالوا الصغار غادي نتحكموا فيه كي بغينا، ناخذوا الصغير. ومن بعد في الثمانينات كان في عهد الحسن الثاني كان جا واحد المهندس معماري سميتو اندري باكار، هو اللي عطى الملك الحسن الثاني انه يدير الغياميناجمون ديال القصور الملكيه كاملين. شد هذا الحي هدمو كامل وبنى المشوار، لان كيف ما وريتكم في التصاور القدام ما كانش مشوار هنايا، كان يعني كتخرج من القصر ديريكتومون للشارع، ديريكتومون للاحياء اللي كانوا هنايا. وبالمناسبه يعني باش تسمى هنايا حي الحبوس، هو اللي نقدروا نقولوا هو النواه الاولى ديال درب السلطان. مسمى ديال درب السلطان علاش؟ لان كانوا الناس ديال الحبوس كيعتبروا راسهم هما جيران ديال السلطان. السلطان تنقولوا مورا السكه، هذاك هو درب السلطان، ولكن هذا هو النواه الاولى لان اول حاجه تبنات المهم في درب السلطان ولا بهذا الشكل هذا الداخل ديالو هذا الستيل. وبالنسبه للسقف، السقف راه كيتحل وكيتسد. جامع حسن الثاني هو نيت المصمم، ماشي المصمم المعماري، المصمم ديال الديكور الداخلي ديال الزواق وهذا الشيء كان دارها نفسه. هذا المهندس اللي سميتو اندري باكا هو اللي دار هذا الشيء. ستيل المدن القدام اللي عندنا كتلقى ديما ستيل ديال لي رياض. لي رياض عندهم واحد ستيل ديال ان يعني السكنه كاينه في الجناب والوسط كتلقاو خصها ولا كتلقاو هكا خويا. علاش؟ السيستم ديال الاركيتكتور ديال المدن القدام باش تكون لاغيغاسيون وباش يكون الضوء، يدخل الضوء الشمس. يعني كل ما كان هذا السيستم هذا كل ما مزيان. الديور اللي كاينين دابا داك الشيء فهمتي ما كتلقى الغموليه كتلقى، ولكن المهندسين القدام اللي كانوا داروا المدن القدام ديالنا داروا هذا الستيل هذا باش تكون واحد لاغيغاسيون سبيسيال. المهم كانت واحد التيم اللي هو متكامل. هادشي علاش. وعندنا مسجد الحاجب راه هو اول مسجد تبنى، هو تبنى في نفس الوقيته ديال القصر الملكي. في نظركم علاش السمعه ديالو قصيره؟ علاش؟ باش ما يطلش على القصر، فهمتي؟ هو كما قلت لكم اول مسجد وبناه هذا الحاجب اللي قلت لكم، حاجب التهامي عبابو. نظامه ماشي احباس، هذا هو ملك، هادو هما ليهم عندهم مالكين ديالو. الا جيت تشوفوا غيبانوا لكم الديور كبار ومتسعين مقارنه بالشيء اللي غادي نشوفوا حنايا لداخل. نورمالمون الحبوس غادي تلقاو فيه السقايات بزاف، واحد السقايه، ولكن حاليا ما بقاوش خدامين بزاف. السقايات كانت عنصر اساسي في حياه المغاربه في الحبوس قبل ما يكون كل واحد عنده الماء في دارو، ولكن هذه اللي قدامنا هي اكبر سقايه كاينه هنا. علاش في نظركم تبدل الشكل ديالها؟ دابا غادي نخدمكم معايا شويه ياك. المشوار شنو كان في الاول؟ كان حي الحاجب، ودونك كانت هذا داخله في الحي، كان داخله المهم في لابارتي ديال الحي ديالو. فجاو يهدموا الحي تهدمت معها حتى هذه، هدموها معاه، ولكن عاودوها بهذا الستيل اللي كتشوفوا دابا. ودابا نمشيو للسوق اللي كان. فاش كتبغي تهبط السوق شنو كتلقى فيه نورمالمون؟ كتبغي تقدا داكشي اللي كتبغي تاكل كل نهار، شنو كتلقى؟ خضار وكزار وشنو عاوتاني؟
داكشي اللي هو كونسومابل. ولكن في نظركم هنايا شنو كان سولون هاد الزليج اللي كتشوفوا هاد الديكور اللي كاين هنايا؟ بزاف فاش اون فوا كتشوفوا الزليج كتعرفوا ان هاد البلاصه كانت خاصه بالجزارين، لان سولون الدام ليطواياج وهذا كتسهل. بار كونطري الا درتي مثلا غير القبص وهذا يعني غادي تبقى الدنيا مزلقه، ولكن فاش كيكون الزليج تيكون داكشي نقي. بالنسبه للسميه هي راه مكتوبه هنايا زنقه الجزارين، هي كاينه هنايا. دابا لا، دابا غير اكثريه كتلقى غير اللي كيبيعوا هادو الحوايج ديال البلديين ولا متخلطاش، ما بقاش كيما الثمن القديم اللي كان عندها. هاد البلاصه هادي كانت خاصه بالخضارين، كانوا اللي كيبغي يتقطى الخضره كيجي لهنايا، وراه هي مكتوبه ديالها السميه ديالها راه هي تما الخضارين. وهاد جوج زناقي بجوجهم ما عندهمش السقوفه. عاوتاني كيبان لكم لاطراس ديال السقف راه هو كاين تما، ما كيرجح عن الحديد. هنا الا كتشوفوا هنا راه كاين السقف، كاين السقف وكاين هاد الشباك هذا اللي كتشوفوا. علاش في نظركم؟ الحمامه هي زنقه الخرازين. عارف شكون هما الخرازين؟ اللي كيصاوبوا الصبابط. كاينه واحد المقوله معروفه تيقولوها هنايا، تيقول لك وانت هابط للسوق خذ لك الحمام من الجزارين، خذ لك خضيره وديسير من خضارين، وخذ لك شي حماس ولا خذ لك شي طويجين باش طيب ديك الغديوه، ولا تقطعت لك البليغه اجي صوبها عند الخرازين. الحبوس كان اللي دار له اول مهندس معماري دار له التصميم هو المهندس البير لابخات كان سميتو. داك التصميم اللي دار ماشي هو اللي تحط على ارض الواقع. جوج ديال المهندسين دابا راه معروفين في كازا كامله، اللي هو اوغست كادي اللي كان بنى محكمه الباشا، وادمون بريون. هاد ادمون بريون اوغست كادي تقريبا هما اللي تعاونوا عليها حتى تقريبا 1933 34 بحال هكاك. شنو سميت هاد الزنقه بعدا باش نخليكم او كورون؟ ماكينه. شنو هي الماكينه؟ ماشي الطاحونه. طاحونه. علاش الطاحونه؟ الزرع. علاش الزرع بالضبط؟ الغذاء الاساسي. اي راه الخبز كنقولوا حنا الرحبه. فين جات الرحبه؟ الرحبه ها هي كاينه هنايا كتقطع. هي كاينه الرحبه تما. كانوا الرحبه كانوا كيجيبوا منها يتقدوا منها الزرع، تيجيبوها وكتطحن هنايا، وكانت هذه هي الماكينه الوحيده اللي كانت. يعني الطاحونه حنا نقولها الطاحونه. زنقه السقايه. فين هي السقايه؟ كاينه السقايه، راه هي السقايه. ومن زنقة الماكينة لزنقة السقاية. كانت هاد السقاية مفتوحة للسكان كاملين، ولكن واحد الوقت تسدات بهاد الصورة وما عرفناش علاش. كانت نورمالمون هاد الزنقه كلها سميت زنقه السقايه اللي نسبتها لهاد السقايه، لان كيف ما قلت لكم شحال هادي الحبوس كان التيم ديالو يعني فيه السقايات بزاف، باش كانوا الناس كانوا منين ياخذوا الماء. ها السقايه كيفاش كانت في الاول؟ كانت المهم كان موديست، ما كانش زعما شي حاجه اللي هي فيهاش الزليج، تقريبا بريسك ما فيهاش الزليج، كانت عاديه هكا كي كانت. واحد الوقيته صافي سدو. هذه هي السقايه. ودابا قربنا لواحد المكان راقي فيه ريحة الجدود. دابا غادي ندخلوا لمتحف دار الآلة. مرحبا بكم في متحف دار الآلة. شحال من واحد مازال ما كيعرفش اننا بالحبوس عندنا كنز ثقافي فيه جذور الموسيقى الاندلسيه. ودابا غادي يشرح لنا الاستاذ والمهندس المعماري سي منير الصفريوي شويه من تاريخ متحف دار الآلة بحي الحبوس، وكذلك تاريخ جمعيه هواة الموسيقى الاندلسيه اللي تاسست سنه 1958 من بعد الاستقلال من طرف نخبه من اعضاء الحركه الوطنيه، وعلى راسهم ادريس التويمي بن جلون. وما كانتش الجمعيه واخده مقر رسمي ليها، وهدف هذه الجمعيه كان بدرجة أولى هو الحفاظ على الموروث الثقافي للموسيقى الأندلسية اللي كانت مهددة بالضياع. كتضم الموسيقى الأندلسية نوبات اللي خدات أصل من 24 نوبة نظرا لعدد ساعات اليوم، ولكن مع الأسف ضاعوا 13 وبقاو لينا غير 11 فيهم طبوع وميازين وصنعات اللي هما عبارة عن أشعار، واللي تكلف بإنقاذهم هو محمد بن الحسين الحيك التطواني، وتسمى كتابه بكناج الحيك. تأسس مقر الجمعية هواة الموسيقى الأندلسية هنا في هذا المبنى سنة 2010، إلا أنه ما بقاش كافي وتقرر أنه تضم ليه المبنى المجاور باش تكون توسعة شاملة ويكون جانب خاص بالتحف الموسيقية اللي تجاوز بعض منهم 150 سنة، والجانب الآخر مبنى خاص بالسهرات والتدريبات اللي كتخول المشاركة ديال أعضاء الجمعية في ملتقيات دولية، منها مهرجان أندلسيات في شهر دجنبر ومهرجان النوبة والميزان
على المستوى الوطني لتشجيع الأجواء الشابة باش تحمل الميت على الحفاظ على هذا الموروث. واستلهمنا كيفاش زرياب جاب معاه العود من المشرق للأندلس وكيفاش بدات الموسيقى الأندلسية. شفنا العود اللي صوب بن حربيط والطر ديال اللعبي والرباب ديال السي عمر الجعيدي مع الجوق الملكي ديال القصر. هذا يوم تدشين جمعية هواة الموسيقى الأندلسية. الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني كان الرئيس الشرفي لجمعية هواة الموسيقى الأندلسية، وهذا حفل التدشين في 1958. الرئيس، وهنا سنشوفوا الحاج دريس تيمجلول، يعني الآلات العارقة هو الرباب والعود. والعود ماشي العود الشرقي، العود الرمل، أي العود المغربي اللي فيه 4 ديال الأوتار. هذاك العود المغربي عود الرمل. وكذلك الإيقاع. خير دليل على ذلك وهي هذه الصورة هذه ديال الفنان التشكيلي أوجين دو لاكروا اللي هو فرنسي، كان زار المغرب في 1832 وحضر لواحد العرس مغربي. ومن يحضر العرس المغربي داك الساعه ما كانش تصوير، جا هو كانوا كياخذوا دي زيسكيس، كياخذوا بعض. وهنا ليسكيس كيبان لنا طر، آلة الإيقاع، العود رباعي، عود الرمل والرباب. ومن مشى لباريس صور هذه اللوحة، وهذه اللوحة توجد اليوم بمتحف اللوفر بمدينة باريس، فيها 6 متر على 3، كبيرة بمدينة اللوفر. وهذه أخذت في عرس مدينة طنجة، وحنا تنشوفوا الموسيقيين الأندلسيين هنا. وهنا الكمانجة والدربوكة جاو من بعد. الكمانجة كيقولوا الكمال جا، الكمال في الموسيقى الأندلسية جاي من جات الكمانجة. وكمانجة في أول كانت دخلت بالألطو. علاش الألطو؟ لأنه كانوا فيها المصران واحد المجموعة ديال الآلات ديال الرباب، آلة الرباب هذا من كل أنحاء مدن المغرب، بحال دابا هنا تطوان، طنجة، الصويرة. وهذا رباب يهودي، لأن اليهود المغاربة كانوا يهتمون حتى هم بالموسيقى ولا زالوا يهتمون بالموسيقى الأندلسية. وهذا رباب قديم القرن التاسع عشر، مدينة الصويرة. هذا رباب ديال سيدي عمر الجعيدي، وهذا رباب جميل فيه القبة وفيه داك الشيء والزركشة وفيه حتى داك لاليغ أوروبيان. الصورة للحاج عبد الكريم الرئيس. وهذا الرباب هذا بمدينة فاس. هذا الرباب عنده أكثر من تقريبا 90 سنة. 90 سنة هو هذا الرباب. وكان كون واحد الجوق في مدينة طنجة مع التمتماني، وهذا الجوق كان سميتو إخوان الفن، وكان كيدير الرباب معهم. هي هذه الصورة اللي شفتيو. الابن ديالو حاتم الوكيلي هو اللي هدا لهذا المتحف هذا الرباب هذا، كيخلد به الاسم ديال الاب ديالو، كيبقاو دائما نتراحموا عليه ويبان بانه رباب وكل شيء. كمان جا منين دخلت الطو، دخلت بالمصران. ها هما لي كورد المصران. علاش؟ باش يقرب من الصوت ديال الرباب. هادو كلهم، هاد الكمانجات اللي كتشوفوا هنا كمانجات ديال المعلمين والشيوخ ديال الموسيقى الاندلسيه. فهمتي اللي كتشوفوا هاد كاع الالات اللي هنايا الا ولها تاريخ في الموسيقى الأندلسية، تنسب إلى شيخ من شيوخ الموسيقى الأندلسية أو من الفنانة والمعلمين ديال الموسيقى الأندلسية ديال القرن الماضي والقرون الأخرى. حيت هنا آلات ديال الطار اللي كتكون في الطرب الغرناطي، لأن الطرب الغرناطي حتى هو نفس موسيقى أندلسية. وهنا عندنا العود الرمل. وهنا عندكم واحد التجسيم ديال العود الرمل. وهذا العود الرمل هو العود العربي او العود المغربي. العود المغربي اللي كانت الموسيقيين الاندلسي في القرن التاسع عشر في القرون الاخرى كانوا كيلعبوا به ب4 ديال الاوتار، ما فيش 6. هو مخالف على العود الشرقي. العود الشرقي ها هو عندنا العود الشرقي هنايا، عود هداه الملك فاروق ملك مصر للوزير المهدي المنبي. وانتم تشوفوا لا سيناتور المهدي المنبي لتحت، وتسمى التاج ديال الملك فاروق ها هو اللوت مهدي منبهي.
il date de 1893 يعني عنده أكثر من 140 سنة اليوم ولا 150 سنة. هذا أستاذ العربي التمتماني من أكبر العازفين والمعلمين شيوخ الموسيقى الأندلسية اللي كان بمدينة تطوان وطنجة. الإيقاع في الموسيقى الأندلسية الطر والدربوكة، ولكن الأصل هو الطر، ومن بعد عاد دخلت الدربوكة. الدربوكة في الأول كانت بالطين يعني بالفخار، ومن بعد تطورت لأنه هذا ما كانوش كيقدوا يساويوها. في الصيف كانت تتجبد الجلد، فهاد هذه كيساويوها في هذاك ليفيس كتساوى كيمكن لها تجبد. بعض الدربوكات اللي هما قديمة القرن التاسع عشر اللي هما بالنحاس. وهذا هو الطر بخراشو. هذه بوزوبع، وهذو بعض الآلات اللي هدتها لنا العائلة ديالو، الأبناء ديالو. الطبل ديالو هذا بوجناجل فاش كانوا كيضربوا قديم القرن التاسع عشر، والغيطة لأنه عيساوة كيديروا الغيطة والطبل ومن بعد التعريجات. هذا رباب، ولكن هذا رباب قديم، هو رباب تونسي. واحد الجمعية عريقة ديال المنستير وهما اللي هداوه لنا، وهذا القرن التاسع عشر. هذا بانجو سيخدموا به، تا هو كانوا كيخدموا به في الموسيقى الغرناطية. هذا هو لونسيتر الا بغيتو نقولوا من هذا سرنجي، هو ارباب ديال من الهند والباكستان والنيبال. وهذه واحد هذه سي اون اكيزيسيون ديال لاسوسياسيون ديالنا، ولكن قديم، هذا القرن الثامن عشر، من اقدم الربابات. وهذا كرة افريكان، كاين في دول الساحل، السنغال. هذيك آلة الدف كتكون في الملحون. هنا بعض المخطوطات، هادو المخطوطات، وهادو كل ما الجمعية ديال الهوات ديالنا، الجمعية ديال الهوات الموسيقى الأندلسية ألفت منذ 1958. هاد المخطوطات هما مخطوطات قديمة، ما يسمى بالحايك أو المختصر ديال الجامعي. هنا عندنا واحد المخطوط ديال الشيخ العربي السيار، ديال الأشعار ديال الموسيقى الأندلسية اللي كتداول إلى يومنا الآن. وهناك وهادو مخطوط الحايك، كاين فيهم اللي مخطوط الحايك تطواني، كتب المتداول في ذاك الساعة هو 11 نوبة. المختصر ديال الجامعي في القرن 19 قام الوزير الجامعي اللي كان الوزير عند مولاي الحسن الأول، قام بجمع أشعار المتداولة في الموسيقى الأندلسية، وهنا جمعهم. هذا هما المختصر هذا، وهذا مختصر الجامعي، وهذا حايك. كاين الحاج مجلون، بعد الحاج مجلون جا الرئيس الحاج محمد بن مليح، ومن بعد الحاج محمد مليح الحاج دريس المسفر. هو هذاك الحاج دريس المسفر الله يرحمهم كلهم ثلاثة. ومن بعد دابا اليوم كاين الرئيس هو عز الدين الكتاني. عز الدين الكتاني هو رئيس الجمعية. سجلت واحد الأنطولوجية هي هذه، ولكن منوطة هذه النوبة بالنوطة، وفيها واحد الايباد. داك الايباد فيه التساجيل كلهم ديال الموسيقى الأندلسية. تسجلت في المعهد الجامعي، وسبعة ديال الأجواق شاركوا. 140 ساعة ديال الموسيقى الأندلسية، يعني المتداول في الموسيقى الأندلسية. داك 11 نوبة كلها هنايا، وبالنوطة كتدخل تسمع الموسيقى اللي بغيتي، الجوق اللي بغيتي، وبالنوطة كيمكن لك تتبعها بالنوطة، كيمكن لك تتبعها بلا ترانسلاتور. اللي ما كيفهمش اللغة العربية لأنها مشات للعالمية، تيمكن له تيقرا الموسيقى ويمكن له يتبع. وهكذا استطاعت الجمعية الحفاظ على أكبر قدر ممكن من التراث الموسيقي. نهار الاثنين كيكون الكورال، وعندنا تبارك الله شباب تيجيو يحفظوا الموسيقى الأندلسية كل يوم الخميس. حتى واحد فيستيفال واحد اخر سميتو النوبة والميزان في ايام الربيع، وتيشاركوا فيه الأجواق من كل المملكة المغربية، والأجواق الشابة، وحتى لا كورال. بحال دابا شوف تما دابا هذا أندلسيات، هذاك لي ديكور ديال هادو هما ديال أندلسيات. هذه أندلسيات 2019. هاد الوليدات كلهم تعلموا هنا في الدار، هنا في دار الآلة، كيتعلموا على دور السنة،
ومن بعد كنديروا واحد الحفل كبير اما في ميغاراما ولا شي حاجه، وتيطلعوا حتى هما تيغنيو تيغنيو الموسيقى الاندلسيه. ديال المشعل ديال نورمالمون لي جون ديال دوجوردي راه هما لي زوم دو دومان. دونك l'association باغا لا كونتينيتي. دو كو كاينين واحد دي جورني اللي كيداروا بيان دي سواري اللي كيداروا اونتر نو لي جون كيكونوا chaque mardi et vendredi. ديجا كنخدموا فيهم الكورال. دونك كيما شرح لكم tout au long de l'année كنحفظوا نوبات وطبوع كنحفظوهم tout au long de l'année. كيكونوا دي بروف اللي كيكونوا ساهرين على اننا نحفظوا اننا نتعلموا. في لا فان داني كنديروا دي سواري اللي كنطلعوا فيهم حنايا اون بريزونط داكشي اللي حفظنا في العام. منها راه اون براتيك كيلكو شوز كون ايم، كنحفظوا شي حاجه جديده وكنتعلموا شي حاجه جديده. و بوغ لا كونتينيتي علاش لا حنا باغ لا سويت غادي نلقنوا لي جون دو دومان. بوغ لي ميوزيسيان مرحبا بكم حتى نتوما. كيكونوا دي سيونس ديال لابرونتيساج د لا ميوزيك اندالوس بالبيانو بالفيولون بالعود بكاع لي انسترومون اللي كاينين. كاين حتى الغرناطي حتى هو كنديروه فوندردي. دونك كتكون ساعه ديال الغرناطي ساعه ديال الاندلسي افيك نو بروفيسور. دونك فوالا مرحبا بكم. الا بغيتو شي حاجه نعطيكم لا باج ديالنا انستغرام، كاين لي نيميرو تليفون اللي بغيتو مرحبا بكم. دونك فوالا. وهكا خدينا أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الأنشطة والأعمال ديال جمعية هواة الموسيقى الأندلسية اللي جمعات التراث. ما ساهلش أنك تعطي كل ما بجهدك باش تخليه حي وحاضر في الذاكرة ديالنا كمغاربة. الموسيقى الأندلسية في الأصل بدات بثلاثة ديال الآلات بلا شك عرفتوهم. السامبول ديال لاسوسياسيون شنو كيبان لكم هنايا في هذا السامبول هذا؟ ثلاثه ديال الآلات: العود والطر والرباب. هادو هما الآلات الأصلية اللي كانوا في الأول في الطرب الأندلسي. ودابا نمشيو نكملوا جولتنا. وهنا كاينه زنقة أهل فاس. علاش تسميت هاد التسميه كيف ما قلت لكم في الأول؟ لأن هنا جاو أهل فاس. فاش جاو حيت نورمالمون حي الحبوس بغاو يجيبوا ليه سكان اللي هما عندهم اكسبيريونس في التجاره، في المعاملات الاقتصاديه والتجاريه، يعني باش يحركوا الحي. هاد الزنقه هذه غادي يبان لكم الا طلقتوا عينيكم مزيان حتى التالي ديالها غتبان لكم قوس عامر قوس خاوي، ياك؟ قوس خاوي بحال هكا وقوس كتلقاو فيه عامر. هذه تنقولوا لها الصابه ولا كنقولوا لها الكتف. هذه اش كتعني؟ شحال هذه كتكون مثلا عائله هنايا وعائله هنا، هاد نتوما غادي تزوج، تيقول الجار تيقول له عطيني كتفك، عطيني كتفك، كيبنيو بها هذاك الدار ديال لي كوبل فاش يلاه كيبداو جداد، وكتكون بحال هكا وكنقولوا لها الصابه ولا الكتف. وكيكون داك الشطريجم تما الا رديتو البال الشطريجم ديال الانتيميتي هذاك دايرين على ود المراه فاش كطل اللي برا ما يشوفهاش ولكن هي كتشوفو. المهندسين ديال الحي حاولوا يجيبوا نفس الاجواء ديال المدن القديمه بنفس التفاصيل اللي كانت. حتى من الابواب كانت مخالفه، كل باب ما هو مقابل مع باب الجيران. هنا كاين هذا المنظر زوين على مسجد اليوسفي. تردوا البال راه غادي نلقاو مسجد اخر في واحد البلاصه هنا نيت. هذوك لي بول اللي كتشوفوهم من الفوق، هذوك لي بول تيقولوا لهم الجامور. الجامور كاين انديكاسيون ديال ديك الثلاثه ديال هذه غتلقاو فيها ثلاثه والجامع الاخر تلقاو فيه خمسه. هذاك اللي فيه خمسه هما اللي كتصلوا فيه الصلوات الخمس وكتزيد عليهم صلاه العيد وصلاه وهذه وصلاه الجمعه. وهاد الزنيقه كنقولوا ليها زنقه القاضي الشريبي، نخرجوا منها لنظاره الاوقاف. بالنسبه لهذا المسجد هذا هو ثاني مسجد تبنى في الحبوس. نورمالمون الحبوس فيه ثلاثه المساجد. كاين المسجد الحاجب اللي كنا شفنا قبيله، وقاش كان تبنى فكروني 1917. وهذا موراه ماشي بزاف، هذا مسجد اليوسفي اللي تبنى ما بين 1921 و 1923. هذه البنايه هذه البلاصه اللي كانوا كيستخلصوا فيها كيجيو الناس كيخلصوا الكرا ديالهم في الاحباس كل 99 سنه. يعني كتلقى التخوازيام كتخيام جينيراسيون اللي ساكنين في دوك الدول. وكاين اللي كيبيعوا السوارت، هو الكرا محسوب بسميت وهو كاري داك الساروت. وهذه سميتها ساحه المسجد اليوسفي. راه تيكون فيها حتى هي السوق بحال هكا، تيكون في السبت. وحنا غندخلوا دابا للدلاله وتشوفوا الدلاله كيفاش كتكون. وحده المسجد اليوسفي كاينه القيصريه القديمه على زنقه عقبه بن نافع، ومن تما ندخلوا سوق الدلاله. كانت خاصه غير قلت لكم غير بالنسيج
واكثريه بالطرز. داكشي اللي كيتصاوب في الديور. كانوا شحال هادي النساء كانوا كيجلسوا في الديور، كانت هذاك هو الدور ديالهم، تيصاوبوا الزريبيات كيقولوا لهم تيديروا التدرست، كيقولوا لها هما كيدرزوا هكا التواب، كيصاوبوا هكا هذيك كيصاوبوا بواحد لا ماشين راه معروفه، هذيك اللي كيصاوبوا بها هكا الزرابي. كان داكشي كله مانيوال. الطرز يعني خلاص شنو انواع ديال الطرز اللي تعرفوا؟ الطرز الرباطي، الطرز الفاسي، الطرز المكناسي، الطرز الزموري والازموري. كانوا بزاف الانواع ديال الطرز اللي كانوا، وكان كلشي كيجيو يدللوا هنا وكيبيعوه هو كيترزقوا به الله. ودابا دخلنا لقاعة الزيتون ولا سوق الزيتون. قاعة الزيتون تيكونوا فيها خلاص جميع انواع ديال الزيتون اللي كاينين، زيتون بشرمال، زيتون كحل، زيتون خضار، الزيتون مسلاله الا تسمعوا بها. يعني كاينين جميع الانواع ديال هنايا. كتلقاو حتى زيت العود، العطريه، يعني اون جينيرال هذاك التيم ديال تاع الطرش كله كاين تقريبا هنايا. حيت شحال هادي كيف ما شرحت لكم كانت كل بلاصه خاصه بواحد النوع ديال التجاره. نورمالمون الجروب فيه البنات، ممنوع ندخلوا هنايا الرجال. عندنا حمام خاص غير بالنساء، هو اللي فيه منظر زوين لداخل اللي يصلح انه يتشاف. بالنسبه للحمام ديال الرجال عادي موديست، ما فيه زعما شي زخرفه سبيسيال. هنايا فيه داكشي زوين، لكن مالوغوزمون ما نقدرش ندخل، مالوغوزمون ما نقدرش كاع لينا فريد كاع دخلوا البنات يصوروا، ممنوع التصوير لداخل، راكم عارفين حمام. وتسمى حمام الشيكي من التسميه الفرنسيه شيك، وكانت عائله السلطان كتمشي ليه، وفيه واحد الزخرفه رائعه لداخل. وهذا الشيء غير في حمام النساء، اما حمام الرجال فهو جد عادي. وضروري حدا كل حمام كاين الفرناتشي. اذا كان عندك شي طنجيه ولا شي راس ديال الغنمي ولا شنو ما كان تشوطو. جولتنا قربت تسالي، وهكا قربنا للمسجد المحمدي ودار القران او الكتاب ولا المسجد. وحداه كاين الشاطو ديال الماء اللي كان هو اللي كيوزع الماء على السقايات. هنا كانت لاتولي ديال الجامع المسجد المحمدي اللي غادي نشوفوه هنايا. كانت لاتولي فاش كانوا كيصاوبوا دوك الحصير ديال الدوم، كانوا كيتصاوبوا هنايا. وماش كانوا كيديروهم هكا على السواري. ديما كتلقاو دوك الجوامع القدام تلقى السواري ديالهم دايرين لهم الحصير ديال الدوم، هما اللي كانوا كيصاوبوهم هنايا. السيد اللي كان مكلف فيهم مسكين توفى الله يرحمه، ولا دابا بحال ديبو كيحطوا فيه غير داكشي ديال الزيتون، صحاب الزيتون اللي هنايا تيجيو يحطوا فيه هنايا. هاد البلاصه هادي كانت محكمه التوثيق في الاول، وكانوا هنايا كانت كلها عدولات. وكانت قبل ما تكون محكمه التوثيق كانت هذه هي الدخله ديال محمد الخامس فاش كيجي تيحضر الخطبه ديال الجمعه في هذا الجامع. هذا الجامع المسجد المحمدي، علاش تسمى المسجد المحمدي؟ نسبه لمحمد الخامس. وكان كان كيدخل بالعود ديالو من هذه البلاصه هذه باش كان كيدخل للجامع، حيت هو الجامع من هنا هذه كانت الدخله. تشوفوا دابا ورايا المسجد هذا هو المسجد المحمدي. المسجد المحمدي تبنى ما بين سنه 1934 و 1936، وتسمى بالمحمدي نسبه لشكون؟ محمد الخامس. المسجد الكبير ديال كازا ديك الساعه قبل ما يتبنى جامع الحسن الثاني كان هذا هو الكبير. كان شحال هذه كان كيجي الحسن الثاني ومحمد الخامس نيت كانوا كيصلوا فيه صلاه الجمعه هنايا، الا كان في كازا الا ما كانش في الرباط. نشوفوا الابواب ديالو، هما كاينين 7 ديال الابواب. كاين اول باب على ما اظن من هنايا، وكاين هذا الباب الصغير ديال النساء، وكاين هذا الباب الكبيره اللي من هنايا، ومازال غادي نشوفوا ابواب اخرى من الجهه الاخرى. كما غتشوفوا هنايا 1355 فاش كديروا لها ليكيفالونس كتعطيكم 1936. هنايا ما غاديش يبان لكم، ولكن الا بانت لكم من تما غتبان لكم ديك القبه بحال اللي كاينه في القرويين. داش ولا البال، حنا غادي نشوفوها من الجهه الاخرى. ولا رديتوا البال مركزين في الزخرفه على الزخرفه اللي كتكون موحديه. دابا الا مشيتوا جامع الكتبيه غادي تلقاو تقريبا نفس الباب، غير هو شويه حادر. كتدخل وكتهبط هكا في الدروج. تصمم المسجد المحمدي على خليط من جامع القرويين بفاس، وكذلك من قصر الحمراء بغرناطة، وصومعة بحال جامع الكتبية بمراكش. في مساحة إجمالية من 3600 متر مربع، وبطاقة استيعابية ديال 6000 مصلي. وهنا جريدة واخدة اسم ساحة المسجد المحمدي قبالتنا. هاد البلاصه الا رديتوا البال نورمالمون هي ما كانتش بريفي تكون كلها ساحه. الا رديتوا البال راه التقاوس بداو ما كملوش. ديك الساعه فاش وصلوا لهاد لابارتي هادي بدا ديك الساعه تقريبا في بدايه الخمسينات. بدايه الخمسينات جات مع ظهور المقاومه المسلحه ديالنا، وموراها نيت فاش كان تنفى محمد الخامس وناض ديك الساعه ثوره الملك والشعب، وناضوا الفدائيين ديك الساعه كنقلبوا لا لقاو شي فرنساوي تيقتلوه، فهمتي. وكانوا لي فرنسا يخافوا على راسهم ديك الساعه وما كملوش هادشي صافي، وخلاو بحال هكا، وبقات الساحه بحال هكا اوفيرت.
صافي وقادوها وصاوبوها. نورمالمون كانت هاد لابارتي هادي غادي تكون حتى هي بارتي فيها البني، وصافي فاش ما كملوهاش صافي خلاوها ساحه كبيره بحال هكا. هي الزاويه التيجانيه. الزاويه التيجانيه راه ديالها راه كاين في فاس، وكل مدينه قديمه كتلقاو فيها الزاويه التيجانيه. هاد نسبه الزاويه التيجانيه نسبه سيدي احمد التيجاني كيقراو فيها. فوالا. كانت الزاويه بحال شكل مدرسه، كانوا الناس ديال المنطقه كانوا كيجيو كيقراو فيها. غير هو كان كل زاويه كان عندها شي حوايج اللي هما مختصين فيهم هما. هنا الجوله غادي توصل لنهايتها في القلب النابض ديال حي الحبوس، في زنقه الفقيه القباص، فين كاين اقدم باتيسري في كازا اللي سميتو باتيسري بنيس وفران الحومه. حنا دابا هنايا في باتيسري بنيس اللي معروف هنايا في كازا بالحلوه ديالو، وكاين اون فاس كاين الفران. هنا شحال من واحد كان كيحسب ليه فران تابع لبنيس، فران بوحدو بنيس بوحدو. الفران كان ديال الحومه كامله، كان كيطيب عند الحومه كامله. وانا داخل تفكرت الديور البلديه والفايونس القديم، وحتى من الحلويات محطوطين بطريقه بلديه بحال اللي داخل الدار ديال جدي في المدينه القديمه. وكاين حتى الدجاج محمر والبسطيله بانواعها. وحتى من الحلويات تقدر انت تختار شنو بغيتي منها بالضبط وبالقدر اللي بغيتي. وما تنساش تهز راسك شويه تستمتع من الجماليه ديال السقف اللي فيه فن النقش على الخشب. هاد الزليج هذا نورمالمون ولا بلوتو الفايونس كان كيتصاوب في سباليون، كانت سبيسياليتي فوق لها في سيفيا. و جو بونس ما بقاتش داك هاد الستيل هذا باقي دابا تقدر تلقاه في السوق. واكثريه كانوا لي جويف كانوا عندهم بزاف الديور كانوا كيديروهم بهذا الزليج اللي هو سيفيا. وهكا سالا النهار الاول من هذه الجوله، ونكملوا اليوم الثاني في الفيديو الماجي ان شاء الله.